السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية عشا العروسة ولا مطعم 7 نجوم. حضرت صينية مفرودة بالشكل ده، سلفنتها بالسلوفان كده. هبدأ بأول حاجة بقى الرز البسمتي. أنا عاملة رز بسمتي عادي خالص، مسوياه لوحده كده بالشكل دوت، بدون أي إضافة، مش حاطة عليه زبيب، مش حاطة أي حاجة، كده بالشكل ده كده. فردته في الصينية وهبدأ أفرد عليه المشاوي بقى بتاعتي، بتبقى صينية شيك كده بصراحة. هازوّقها كده بالبرتقان، ده برتقان بسُرّة، طعمه مسكّر وجميل ومتوفّر أوي في الشتا، وسهل وبسيط، وبيبقى تزويق رخيص خالص وجميل، وفي نفس الوقت بيدّي شكل شيك كده. باوزّعه في الصينية كلّها كده في الأطراف بالشكل ده. حتى لو حطيت عليه المشاوي البرتقان ما بيبوظش، هو بيبقى كإنه كده زي عصير البرتقان بالشكل ده. إحنا في الشتا فكل حاجة بتستحمل بصراحة، والجو بيبقى جميل ومساعدنا أوي. عملت أول حاجة بقى دكر بط مشوي بالطريقة الدمياطي، عاملاه حاشية مرتة بالشكل ده. خد ساعتين ونص في الفرن كده، شوياه بالكيس الحراري زي ما انتوا شايفين، طالع لونه جميل خطير، ريحته تحفة بصراحة. انا عملته قبل كده، بيبقى طعمه جميل جدا وناشف كده، يستحمل يومين 3 بره كمان في الشتاء اللي احنا فيه ده. كده بالشكل ده حطيته في نص الصينية، وهبدأ بقى احط المشاوي الاخرى كده. ده حمام مشوي برضو، شويه على الفحم بالشكل ده كده، لونه جميل. هوزعه كده جنب الدكر البط بالشكل ده كده، لونه الله خطير مع البرتقان والرز، تحفة بصراحة الشكل الجميل ده كده. دول 6 حمامات بالشكل دوت. وطبعا كنت عاملة كفتة بقى بلدي كده، حط عليها خضار برضو ودبس رمان ومظبطاها خالص، وكانت ريحتها جميلة بصراحة. هفرشها كده في الصينية برضو جنب البط والحمام بالشكل ده. ودي صينية بسيطة سهلة خالص، متزوقة كده بشكل بسيط. كمان هضيف لها بس شوية تزويقات بسيطة كده. عايزة اضيف شوية الوان زي الخيار، الجزر، كده بالشكل الجميل ده. لون الجزر برضو مع البرتقال بيدي لون تحفة وخطير ومتزوقة بشكل جميل، وكأننا عاملين سلطة كده بسيطة، ولكنها كده بشكل تزويق بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. ناقص بس حاجة بسيطة خالص، احنا ممكن نضيف فيها ايه؟ زيتون. حطيته برضو في الخلة بالشكل ده، عشان تبقى الصينية كمان فيها المخلل والسلطة بالشكل ده. ممكن نعمل بقى جنبها سلطة زبادي، سلطة طحينة، الأكل يمشي معاه السلطات دي. بس كده، وحاجة بسيطة خالص، ومزوقينها كده تحفة. وهغلفها تغليفة جميلة خالص دلوقتي هوريها لكم. تبقى الصينية محكمة، مفيش حاجة هتتحرك ولا هتقع، وشكلها بيبقى جميل خالص في الآخر بصراحة. قلت بقى احط شوية زبيب كده، لون الزبيب برضو مع الحاجات دي بيبقى جميل، عشان لو العروسة حابة الزبيب مع الرز ومع المشاوي بيبقى جميل. وشوية شبت كده، لونه أخضر جميل بصراحة وريحته حلوة، وتكملة للسلطة برضو كده بالشكل ده. وشوية بقى رمان، اللون الأحمر كمان مع الأصفر والأورنج، خطير بالشكل ده. شايفين الصينية كانت عاملة ازاي؟ جميلة بصراحة، شكلها حلو قوي قوي قوي. شايفين الجمال؟ وبسيطة خالص، وكلها نواشف كده خفيفة، مفيش طبيخ بقى ولا عك ولا اي حاجة بالشكل الجميل ده. هغلفها بقى بالسلوفان كده، طبقتين من السلوفان. وطبعا بعد ما اخلص السلوفان هروح بقى الفها كمان بالاسترتش، بس انا معرفتش اجيب الاسترتش وانا بلفه، طبعا انا مش عايزه اظهر بوشي، فلفيت استرتش بقى كذا مره، وحطيت لهم الدعاء الجميل دوت واسم المطبخ بتاعنا بالشكل ده. لو عجبكم بقى الصينيه بتاعت عشا العروسه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس. ونتقابل على خير في وصفه جديده مفيده من وصفات مطبخ اسماء وسلمى.